أهلا بكم في فيديو جديد. سر العداوة الغريبة بين الممثلة التركية بيرين سات وتوبة. سرقت منها حبيبها وحولت حياتها الجحيم. تعالوا نشوف التفاصيل. بدأت شهرة الفنانة توبة لما ظهرت للمرة الأولى في مسلسل سنوات الضياع، والمسلسل حقق نجاح ضخم جدا وكان الأعلى مشاهدة في الوقت ده. وبعد انتهاء المسلسل أصبحت الفنانة توبة مشهورة جدا في العالم، وخاصة في الوطن العربي، باسم لميس. بعد كده اتغيرت حياة توبة من الناحية الفنية والعاطفية، وده لأنها حبت بطل مسلسل سنوات الضياع. الممثل ده هو الممثل بولين، صاحب شخصية يحيى. وزي ما احنا عارفين، الفنان كان محبوب جدا من الجمهور وخاصة الستات، وكان بيتمتع بصفات الرجل الشرقي زي الكرم والشهامة. علشان كده توبة كانت شايفاه الإنسان المثالي ليها. استمرت علاقة الحب بينهم لمدة 2 سنين بعد انتهاء المسلسل، وكان حبهم قوي جدا وصادق لدرجة إن بولاند طلب من توبة الجواز. حست توبة ساعتها بقمة السعادة، وحست إنها أسعد إنسانة في الدنيا، ووافقت على طلبه على طول. اتفقوا على ميعاد الجواز وبدأوا في التحضيرات. لكن في الوقت ده حصلت كارثة غير متوقعة. اكتشفت الفنانة توبة إن حبيبها بيخونها مع واحدة تانية، والواحدة التانية دي هي الممثلة بيرين سات، واللي اشتهرت ساعتها بأدوارها في مسلسل العشق الممنوع ومسلسل فاطمة. شعرت توبة ساعتها بالصدمة وقلبها اتحطم بسبب خيانة حبيبها ليها، وقررت الانفصال عنه فورا، ورفضت إنها تتكلم معاه. ومن الوقت ده أصبح في عداوة بين توبة وبيرين سات. وبالرغم إن بيرين انفصلت عن الفنان بولنت بعدها، إلا إن توبة ما قدرتش إنها تسامحها أبدا، ورفضت توبة إنها تشتغل مع بيرين في عمل درامي ضخم اتعرض عليها، بالرغم من إن المنتجين عرضوا عليها مبلغ ضخم جدا علشان تأدي الدور. إلا إنها رفضت بمجرد ما عرفت إن بيرين سات موجودة في المسلسل. ويومها قالت توبة للمنتج: لو عاوزني أمثل الدور اطرد بيرين سات من المسلسل. وكانت توبة عاوزة تنتقم من بيرين سات بأي طريقة، وظهرت تصريحات لتوبة ضد بيرين سات في الصحف. قالت فيها إن بيرين بتعمل مشاهد جريئة كتير، والمشاهد دي هي السبب إن الرجالة بتطفش منها. وقالت كمان إنها مهما عرضوا عليها من أموال مش ممكن تعمل مشاهد زي دي أبدا، لأنها ما ترضاش إن أطفالها يشوفوها في مشاهد زي دي أبدا. لما الجمهور شاف التصريحات دي انتقد الفنانة توبة، لأن بيرين سات كانت ساعتها بتعيش ظروف صعبة جدا، لأن الأطباء أخبروها إنها عندها مشكلة هتمنعها من إنجاب الأطفال. والموضوع ده خلى بيرين سات تدخل في حالة اكتئاب وحزن شديدة. ورفضت بيرين إنها ترد على تصريحات توبة، ومحاولتش إنها تهينها أبدا، بل بالعكس قامت بيرين سات بمدح توبة وقالت إنها ممثلة جميلة وعظيمة. شعرت توبة ساعتها بالذنب الشديد، وقررت إنها تعتذر لبيرين سات، وحست ساعتها إن آن الأوان إنها تنهي العداوة اللي بينهم. وكتبت توبة في تصريح ليها: أقدم اعتذاري إلى بيرين سات، أعتقد أنه لا يوجد في تركيا ممثلة أعظم منها حاليا.